بقولك يا منى، ما تاخديش الموضوع كده في سكة تانية. أنا من الآخر يعني راجل إرضائي سهل جدا. مراتي تبقى واضحة، تبقى صريحة معايا. أظن يعني مفيش أسهل من كده. بس مش عارف ليه هو الموضوع صعب قوي عليكي. ده كان ردي على مراتي وهي بتحاول تبرأ نفسها قدامي من كذبها وحواراتها اللي ما بتنتهيش عليا، وأنا بحاول أتغافل علشان بيتي وعلشان ولادي، وعلشان تعرفوا قصدي إيه وتفهموا كل الحكاية. بينا بقى أحكيها لكم من البداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في كل قنواتنا، حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا صلاح، متجوز منى من حوالي 12 سنة، وعندنا بنت وولد. أنا عندي شغل حر من صغري وأنا تاجر، والحمد لله عرفت أبني اسم كبير. مستواي المادي كويس جدا ولله الحمد، مكفي بيتي أساسياته ورفاهياته كمان، والحياة ماشية ومستقرة، العادي يعني بتاع كل الناس. بين وقت للتاني شد كده على حاجات بسيطة، والدنيا بترجع تروق من تاني. وفي يوم لما رجعت من الشغل لقيت منى بتقولي: الحمد لله على سلامتك يا صلاح، اتأخرت كده ليه؟ الله يسلمك يا حبيبتي، معلش كنت قاعد مع ناس والوقت سرقنا. ده انا قلت حاجي الاقيكي نايمة. لا، انا صاحية اهو ومستنياك. مالك يا منى، في ايه؟ بصراحة كده انا كنت عاوزة اتكلم معاك في موضوع. خير، اتفضلي، انا سامعك. انا عاوزاك توافق ان انا ادي دروس. اولياء امور كتير قوي طالبين مني ده، وانا عندي وقت. ايه المشكلة بقى؟ يا منى يا حبيبتي، انا مش عاوز لك بهدلة. رفضي ده مش تحكم، بدليل اني سايبك تشتغلي في المدرسة اهو، على الرغم ان احنا مش محتاجين لأي حاجة. وقلتلك كذا مرة اقعدي وطلباتك كلها مجابة. انت بقى اللي غاوية شغل يا ستي، وده حقك وكاريرك، وانا ما اتكلمتش في ده. لكن ايه لزوم كمان دروس خصوصية؟ انا هبقى مبسوطة كده، هو ده اللي هيريحني يا صلاح. وافق وافق علشان خاطري. طيب يا ستي، والبيت والولاد؟ انا مش هأثر في اي حاجة والله، وهتشوف ده بنفسك. طيب يا منى، ماشي، هوافق، بس بشرط تدي الدروس هنا في البيت، ما تروحيش بيوت اي حد. محدش ضامن الناس الايام دي، وانا يا حبيبتي والله خايف عليكي. اللي عاوزك يجيلك لحد هنا اهلا وسهلا بيه، وفي الوقت اللي انا فيه في الشغل ما بقاش موجود يعني. خلاص يا حبيبي، تمام، موافقة طبعا. شكرا يا صلاح، ربنا يخليك ليا يا رب يا حبيبي. وافقت علشان ما تحسش ان انا متحكم فيها، ووافقت برضو انا ضامن انها متصانة في البيت ومش هتتبهدل يمين وشمال. بس يا ريتني ما وافقت يا جماعة، لانها للأسف ما كانتش قد التقدير ولا الثقة اللي انا اديتهم لها. في يوم رجعت من الشغل بدري، بجيب شوية حاجات يعني من السوبر ماركت اللي قبل البيت بشارعين كده، ولقيتها نازلة من عمارة جنب السوبر ماركت على طول. وده اللي حصل ما بيننا وقتها. منى، هو انت ايه اللي منزلك من هنا؟ وعمالة اكلمك موبايلك مقفول. بتعملي ايه هنا وكنت عند مين؟ انا اصلي كانت في واحدة صاحبتي. وقبل ما تكمل كلامها نزلوا وراها شوية عيال وقالوا لها: باي باي يا ميس، نشوفك في المدرسة بكرة. وهنا بقى اتأكدت انها كانت في المكان ده علشان بتدي درس. وساعتها قلت لها: انا كده فهمت يا منى، يلا يلا بينا نتكلم في بيتنا. ولما روحنا بقى ده اللي حصل ما بيننا. ليه كده يا منى؟ ليه تخوني ثقتي فيكي؟ انا وافقت علشان خاطر ارضيكي، تقومي تستغفليني بالشكل ده؟ بس هقولك ايه، الغلط مش عندك، انا اللي استاهل اكتر من كده كمان. يا صلاح افهمني بس، دي مجموعة واحدة. مامة البنت صممت ان يبقى الدرس في بيتها، انا مش بدي في اي اماكن تانية والله. اولا
اللي مش راضي بظروفك يتفضل يشوف غيرك. ثانيا، أنا إيه اللي يضمني إنك بتروحي بيوت تانية أو لأ؟ خلاص بقى، أنا من هنا ورايح مش هصدقك في أي حاجة تانية غير لما أنا أتأكد بنفسي. وعلى بلاطة بقى وبكل وضوح، من هنا ورايح مفيش دروس ولا بره ولا جوه. لا يا صلاح، لا لو سمحت. لا، هو انت كمان معترضة؟ احمدي ربنا اني ما قلتلكيش مفيش مدرسة كمان. شدت عليها قوي، ما انا بصراحة يعني مصدوم فيها، مصدوم من رد فعلها على تساهلي معاها ده. مستغرب جدا ليه تعمل كده. حاولت بعدها تصالحني بكذا طريقة واتجاوبت معاها، بس ثقتي فيها زي ما هي مهزوزة. وغصب عني في يوم كنت مروح من الشغل وانا طالع لقيت واحدة جارتنا بتقولي: ازيك يا استاذ صلاح، يا رب تكون بخير. معلش بعد اذنك خلي مدام منى تعدي عليا علشان اديها فلوس الجمعية. طلعت البيت وانا مش قادر، متغاظ منها قوي، عشان انا محذرها انها تتعامل مع الست دي في اي حاجة، لان كلامها كتير جدا مع كل المنطقة، كشف ستر كل البيوت اللي بتدخلها. بس انا حاولت امتص غضبي على قد ما اقدر. ولما روحت بقى ده اللي حصل ما بينا. بقولك يا منى، هو انت ليكي تعامل مع الست زينب جارتنا؟ ايه؟ لا، انت مش قلتلي ما تتعامليش معاها؟ وانا يعني طبعا مش بتعامل معاها زي ما انت ما قلتلي بالظبط. اه، طب يا منى، عموما يا ست زينب بتقولك ابقي عدي عليها خدي فلوس الجمعية. وسبتها وقمت دخلت الأوضة. ساعتها جت ورايا، وده اللي حصل ما بينا. يا صلاح افهمني، دي جمعية لماما مش ليا أنا، وكانت مزنوقة وعاوزة تقبض الأول، فأنا بس اسكتي، أنا مش مصدقك ولا هصدقك في أي حاجة تقوليها بعد كده. زمان دلوقتي الشارع كله عارف إنك قابضة جمعية وكام وهتعملي بيها إيه وكل تفاصيلك. أنا محذرك من التعامل مع الست دي، وده علشان أصون بيتنا وأسراره، عشان أحافظ عليكي وعلى أولادنا من عينيها وتدخلاتها. وبرضه انت اللي فيكي واللي في دماغك بتعمليه، ومن غير ما تعملي لي انا اي اعتبار ولا حساب. انا خلاص بقيت حاسه اني مش عارفه ارضيكي ازاي. بقولك يا منى، ما تاخديش الموضوع في سكه تانية لو سمحتي. انا راجل ارضائي سهل جدا، كل اللي محتاجه مراتي تبقى واضحه وصريحه معايا، ما تكذبش عليا. اظن مفيش اسهل من كده ابدا في الدنيا. انا مش عارف ليه الموضوع صعب عليكي قوي. لا، انا خلاص بقى زهقت من العيشه معاك، مش مديني نفس لاي حاجه اعملها، بتدور ورايا، حاسه اني متراقبه. انا تعبت منك ومن عيشتك دي. والله يا ستي كذبك في المرتين اللي فاتوا اتكشف قصادي بالصدفه البحته، وكأن ربنا مش عاوزني متغفل معاك يا منى. وكلامك ده انا مش هرد عليه ولا هحاسبك. ما عملتش اي رد فعل تاني غير اني بقيت متجاهلها تماما. والغريبه بقى إنها زعلت من التجاهل ده وسابت البيت وراحت لمامتها. واللي فاجئني أكتر بقى موقف مامتها. عرفت إن ده كان ردها لما حكيت لها على كل حاجة. جدع يا بت، جدع إنك سبتيه، خلي بقى كده يخبط دماغه في الحيطة. اتطلقي وادي دروس في كل حتة انت عايزاها. شفتي يا بت، شفتي الوقت اللي بتدي فيه دروس بيبقى معاكي فلوس قد ايه؟ فك عن نفسك كده وعليا ازاي؟ جيبك بيبقى عمران ليكي وليا كمان. ولا غلطتها ولا عاتبتها، لانها زي ما سمعتوا كده مستفيدة طبعا من كل اللي بيحصل ده. وعدى شهر وقلت بيني وبين نفسي خلاص بقى يا واد، ادخل حد يصلح ما بيننا، لاني اكيد مش بعد كل اللي عملته فيا ده انا اللي هروح وهبادر. وراحت وقتها مرات واحد صاحبي، مش عاوز ادخل حد من اهلي برضه علشان ما ياخدوش منها موقف وحافظ على شكلها. ولما الست راحت اتكلمت معاها ومع مامتها، ولما رجعت من عندهم قالت: بصوا يا جماعة، انا هتكلم بمنتهى الصراحة. صلاح
علشان تعرف تحدد موقفك وتشوف انت ايه الانسب ليك وتعمله، انا هقول لك كل حاجه. قول يا وفاء، اتفضلي، ايه اللي حصل؟ مامتها في صفها، ومش شايفه انها غلط، وهي كمان اللي طلبت الطلاق، وبتقول بنتي مش غلطانه في اي حاجه، احنا عاوزين كل حقوقها، وولاده وقت ما يحب يشوفهم نبعتهم ليه. وما تعرفيش يا وفاء رجعت تدي دروس تاني في بيوت الولاد ولا لأ؟ بصراحة كده؟ يا وفاء، قولي له كل حاجة بصراحة، ما تجمليش الكلام علشان يبقى الموقف كله واضح قدامه ويعرف ياخد قراره. بصراحة رجعت تدي دروس من تاني عادي في بيوت الولاد. بص يا صاحبي، اهدى كده واستخير ربنا، ودي أول محاولة مننا للصلح، وبرضه مش هتكون الأخيرة، علشان نعمل كل اللي علينا قدام ربنا، وإن شاء الله ربنا يوفقنا لكل خير، ربنا يصلح ما بينكم يا رب العالمين. بس الإحساس اللي وصل لي يا جماعة إني خلاص متباعة قوي بعد كل اللي عملته معاها ودلعي ليها السنين اللي فاتت دي كلها، قادرة ترمي 12 سنة ما شافتش مني فيهم غير كل حب وود واحترام. حسيت إن ولادي وحشوني قوي. كلمتها وقالت لي تعالى خدهم من تحت البيت، ولما أخدتهم ورحت بيهم النادي ده اللي حصل هناك. ايه يا أدهم يا حبيبي، ماسك التليفون من ساعة ما شفتك، هو أنا ما وحشتكش يا واد انت ولا ايه؟ وحشتني يا بابا وحشتني. طيب بصلي حتى يا سيدي وانا بكلمك، وبعدين هو احنا مش متفقين ان الموبايل ده يوم الخميس وبس؟ لما اخلص الدور بقى يا بابا ببصلك. حاضر. وخلاص ماما سايبالي الموبايل دلوقتي طول الاسبوع عادي وفي اي وقت، ولما بزهق منه بنزل العب قدام البيت مع الجيران. الله الله، كان ده اللي ناقص. الولد اسلوبه اتغير معايا خالص، وهي سايباه هو واخته للموبايلات علشان طبعا تعرف تدي دروس. ولما رجعت لها الولاد ده اللي حصل ما بيننا. عاجبك اللي احنا فيه ده يا منى؟ مرتاحة كده؟ مرتاحة كده، وهرتاح اكتر لما تنفذ لي اللي انا عاوزاه وتطلقني. سكت، ما ردتش عليها، بس بعد تصميم كبير وضغط كتير قوي منها ومن مامتها طلقتها واديت لها كل حقوقها. واهلي عرفوا طبعا، وقتها حاولوا يتواصلوا معاها بس هي ما بقتش بترد عليهم. انا عملت اللي عليا للاخر، وانا ضميري مرتاح قوي. وبعد مرور 6 شهور عرفت من وفاء ان بينها وبين مامتها مشاكل كتير بسبب انها بتاخد فلوسها دايما، وانها ندمت على اللي عملته معايا ومتبهدله من بعدي. بس انا خلاص للاسف ما بقتش حتى عاوز اسمع سيرتها او اسمها يتنطق قصادي. هي دي يا جماعه نهايه الكذب. حلو قوي انك تدي فرصه مره واتنين وتلاته علشان تحافظ على بيتك وعلى مراتك، بس ده لو انتوا الاتنين ماسكين في بعض ما تستغنوش عن بعض والظروف هي اللي واقفه ما بينكم. لكن لو طرف ساب للاسف هتكون هي دي النتيجه، بيت وامان مفيش، اولاد ضايعين، وندم في وقت ما ينفعش فيه الندم. ولو وصلتوا لنهايه حلقتنا بتمنى ما تنسونيش في اللايك.